فالاب يعني قدوه في سلوكه. لا ينفع الاب ان يجعل صلاه الفجر وهو نائم، لازم يستيقظ. اقل ما فيها يصلي في بيته. اقل هو الرجل طبعا لا صلاه للرجل الا في المسجد، لكن لابد من صلاه في المسجد. ويأمر اهله هو وحده بس، هو مسؤول. كلكم راع هو محاسب على عدم امر بيته. طبعا. رحم الله رجلا ايقظ زوجته لصلاه الفجر فلم تستيقظ فنضح وجهها بالماء البارد فاستيقظت فصلت. ورحم الله امراه ايقظت زوجها لصلاه الفجر فلم تستيقظ فنضحت وجهها بالماء البارد فاستيقظ. اما يقول لا الاولاد عندهم امتحانات الله يرضى عليك سم. لا، لابد من قيام صلاه الفجر. يبدا البيت المسلم بهذا المنطق. اما بيوت تنتظر لما الشيطان يبول في افواهها وفي اذان اصحابها، اي بركه تلك. والارزاق توزع كما قلنا قبل الشمس. صحيح. يعني صلاه الفجر، فاذا صلى بعد الشمس رزق، ولكن نزعت البركه من رزقه. عجبت يا ام المؤمنين ممن يصلي بعد الفجر بعد شروق الشمس كيف يرزقه الله؟ قالت يرزقه ولكن لا يبارك له في رزقه. ما فيش بركه. فالبركه مش في الرزق المادي، مش في لا، من الله سبحانه وتعالى.